نعم هذه في حياته. قال لك هذه وطنية وثنية، وطنية وثنية، أو وثنية وطنية. هذه وثنية، ما في عندنا شيء اسمه فلسطين وسوريا وكذا. هاش عندك خلافة الإسلام. أوه، خلافة الإسلام حلم كل مسلم ما شاء الله، حتى يعود للمسلمين قوة ووحدة. لكن أنتم ما شاء الله أعلنتم الخلافة. بماذا أتيتمونا؟ بختان البنات. خلاص مرسوم دواعشي، يجب على البنات أن يختن. في بلاد العراق بيعرفوش إيه، حتى في سوريا بيعرفوش الختان هذا. هذه مصر والسودان والصومال شغلات أفريقية هذه. هذا منتوج أفريقي. وسيبك من الهبل تبع المشايخ الهبلان هذولا، سنة ومش سنة ومكر كلام فارغ، استهبال هذا، جنايات بحق الأنثى. داعش ما شاء الله بشرت بالخلافة وعندهم أولويات. الأولويات تفجير قبر إيه أو مرقد نبي الله يونس. شفتوا بعيني شيء مؤلم جدا جدا جدا. داعش تدوس على التراث، على التاريخ، على الذاكرة، على ذاكرة العراق. العراق 5000 سنة حضارة انبعثت فيها الحضارة مرتين. العراق موزاييك لا نظير له في العالم، يتعايش فيه عبدة الله في أقصى اليمين المبارك وعبدة إبليس في أقصى الشمال. ما رأيكم؟ ما في مشكلة، لكم دينكم ولنا دين. عابد الشيطان مع عابد الرحمن، ما عندنا هذا العراق العظيم. اليوم لا، داعش وبس. ويجوا أهل السنة المهابيل كمان المساطيل يشدوا مع داعش. ليه؟ لأنه داعش ضد المالكي الشيعي الطائفي، أي تبا للمالكي وتبا لطائفيته. وأعلم أنا كيف حكم العراق وكيف آل حال العراق بهذه الطائفية الضيقة. وعلى الإخوة الشيعة أن يفهموا هذا، لأن النقمة مش على إيه المالكي من السنة فقط، من كثيرين من الشيعة أنفسهم، أليس كذلك؟ طبعا ينخمون عليه، رجل ضيق الأفق، لم يؤمن، كذب، لم يؤمن بعراق واحد مستقل للجميع. ولو آمن بهذا لما آل حال العراق إلى ما آل إليه. وحتى لو آمن بهذا أنا أعرف كمان لن يترك، لأن المخطط العالمي الاستكباري العالمي يريد تمزيق العراق. أعرف هذا، أفهم هذا، لكنه هو لم يكن قد المسؤولية. لم يثبت أن العراق للعراقيين على قدم سواء بحق وحقيقة كما يقال. لم ينجح في هذا الرجل. طيب وأنا كسني أبيع عقلي وأبيع فهمي وأبيع وطني عشان بس أنتقم، عشان حق الطائف ضيق؟ لن أسقط في هذا المطاب. انتبهوا، ناس لا تفهم هذا. نحن نعيش في حالة استقطاب ندفع أكلافها غالية جدا يا إخواني. طبعا إسرائيل يا لفرحتها تضحك ملء أجداقها، وكم لها من شدق عند العرب، شدق هنا وشدق هنا وشدق هنا. طبعا وهذا كاتب وهذا صحفي وهذا محلل وهذا متلفز وهذا قرد وهذا مسخ وكذا. أجداق كثيرة تضحك بها ملء أجداقها لما تشوف علم فلسطين يداس بالأرجل باسم علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي اللي بدها إياه بالضبط. بماذا أتيتم يا خلفاء الإسلام الجدد؟ بالختان. حلو، والله أولوية كبيرة. بهدم إيه مرقد يونس ومرقد نبي الله دانيال. وفي الرقة في سوريا إيه؟ بهدم مرقد ولي الله خير التابعين أويس القرني قدس الله سره، هدموا. وبهدم مرقد لحفيد عبد الفاروق عمر بن الخطاب، هدموا. وهكذا هدم المراقد. أولوية حلوة ما شاء الله، يعني هدم التاريخ، هدم الذاكرة. ما كان عمر بن الخطاب أذكى منك وعمرو بن العاص، ما ليش ما هدموش آثار الفراعنة؟ ليه؟ آثار هذه يجب أن تبقى، هذه ذاكرة حضارية. وما هدمهاش المأمون العباسي، وبالعكس وقال هذا ما بقي منها بعد قوله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. وهذا الذي بقي بعد تدمير، يرون فيها عبر الله في التاريخ. مثل الذين هدموا هرم بوذا أو نصب بوذا أو صنم بوذا، هذا آلاف السنين العمر هدموه.